السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. في الفيديو النهاردة هنعرف ازاي تشطب شقتك، وايه هي الخطوات اللي بتحصل من يوم ما بتروح لشركة التشطيبات لحد ما بتستلم شقتك على المفتاح، وايه هي الصعوبات والمشاكل اللي ممكن تقابلك وازاي تتفاداها. تابعوا معايا الفيديو لحد الاخر وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. الخطوة رقم 1، والخطوة دي أنا قلتها في فيديو قبل كده، وهي اختيار الشركة. يعني ما ينفعش مجرد ما اسمع ان في شركة ديكور في المكان الفلاني والمكان ده قريب مني اروح على طول واتعاقد معاهم. لا، لازم اسأل عن الشركة دي كويس قوي واعرف سمعتها ومكانها ايه في السوق، وهل هي شركة قديمة ولا جديدة وبتسعى انها تكسب زباين ولسه ما عندهاش خبرة في التنفيذ، او بتشغل ناس لسه حديثي تخرج فمش هيدوني الكواليتي اللي انا بدور عليها في شقتي. ودي من الحاجات المهمة جدا 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 ان انتوا تعرفوها. طيب انا ازاي هختار الشركة اللي هتبتدي انها تنفذ معايا الشقة بتاعتي او انها تعمل الديكور بتاع الشقة بتاعتي؟ في طرق كتير، بس اكتر طريقة انا بصراحة بثق فيها وبعملها ان انا بدور على الريفيوهات. بس غلط كبير ان انا اروح جروب مثلا في مصممين كتير ومهندسين كتير وابتدي اسأل انا عايزة شركة ديكور للشقة بتاعتي والمساحة بتاعتها مثلا 100 متر. طبيعي لما اكون في جروب بالشكل ده كل واحد هيرشح لي نفسه. يعني لو انا موجودة في الجروب ده ولقيت حد بيدور على ديزاينر، بالطبيعي مش هقول فلان ده كويس، لا، هقول انا كويسة وانا ممكن استلم الشقة. حتى لو انا عندي اخطاء، حتى لو انا شركة لسه جديدة، حتى لو انا ما عنديش دولاب صنايعية لسه جاهز 100%، حتى لو انا بتأخر في تسليم الشقق عن ميعادها اللي موجود في العقد، هرشح نفسي. لان انت بالنسبة لي كأن حد نزل مثلا في سوق وقال انا عاوز اشتري سلعة، فكل الناس بقت بتعرض عليه السلعة دي وكل واحد بيبتدي يتنافس في السعر، خاصة ان مفيش لحد دلوقتي سعر موحد لمتر التشطيبات او متر الديزاين في مصر. افضل حاجة ان انتوا تعملوها علشان توصلوا لشركة ديكور تكون كويسة هي ان انتوا تسألوا في الجروبات العامة. يعني مثلا هتكلم عن القناطر، في جروب لاهالي القناطر او في اكتر من جروب. انا ممكن بمنتهى البساطة ادخل اسأل انا عايزة شركة ديكور تكون كويسة ويكون حد اتعامل معاها. ممكن كمان احنا كبنات او كمان الجروبات بتاعت الرجاله ان هم بيبتدوا يرشحوا لبعض بناء على التعامل. فانا عاوزه الترشيح يجيلي من عميل، مش من صاحب الشركه نفسها ولا من مهندس شغال فيها. فبالتالي انا هحاول ان انا اسال ناس تكون اتعاملت بالفعل مع الشركه دي او ليهم تجارب معاهم، وابتدي ادور باسم الشركه دي على فيسبوك وعلى جوجل علشان اوصل لريفيو، اشوف الريفيوهات بتاعتهم عامله ازاي. بلاش تثقوا قوي في الريفيوهات اللي بتكون موجوده على البيجات، لان مش كلها بتكون ريفيوهات صحيحه. يعني ساعات بيطلب من الموظفين بتوع الشركه ان هم يدخلوا على البيج بتاعت الشركه ويدوا تقييم على اساس ان هم عملاء، او ريفيوهات مثلا بتكون من قرايب الناس اللي شغاله في الشركه او قرايب صاحب الشركه، فبيدخلوا يجاملوه بريفيو يكون كويس، لكن في الحقيقه الناس دي ما بتكونش اتعاملت فعلا مع الشركه. عشان كده لازم ادور على ريفيو يكون عن الشركه دي. والله مش شيء غريب ان انا الاقي ريفيوهات كويسه كتير عن الشركه. مثلا لو لقيت كده خلاص دي انا بروح اتعامل مع الشركه دي. لو لقيت ريفيو مثلا سلبي ممكن ادخل بمنتهى البساطه على الشخص اللي كتب الريفيو واساله هل انت تعاملت مع الشركه دي ولا لا، وايه هي الحاجات اللي خلتك تكتب عنهم الريفيو ده، وبس. ودي كده تكون اول خطوة. الخطوة التانية بقى وهي انك خلاص اخترت الشركة ورحت عشان تتكلم معاهم. ساعتها اول الخطوة اللي بتحصل ان بيكون في مهندس اللي هينفذ لك الشقة واللي هيكون مشرف على عملية التنفيذ، بينزل معاك للموقع او الشقة بتاعتك وبيبتدي يرفع المقاسات بتاعتها. شركات كتير طبعا بتاخد فلوس
على موضوع المعاينة ده بيكون 100 150 200 جنيه، لان عملية الرفع بالنسبة للمهندس بتكون حاجة مرهقة جدا. يعني لو انت مثلا مش شاري الشقة دي في كومباوند او مش معاك مخطط ليها، فانت لازم المهندس بيروح معاك لحد الشقة. برضو مهم ان المهندس يروح معاك لحد الشقة. ليه؟ لان ساعتها انت بتقوله لو في اي تعديلات عايز انت تعملها على الشقة بتاعتك، زي انك تشيل مثلا الحيطة دي او توسع الأوضة دي او هكذا. وهو برضو بيبتدي يقولك اذا كانت التعديلات دي تنفع ولا لا. يعني ما ينفعش تقوله ان انا عايزه اشيل عمود او اشيل كمر، لان دي حاجات هتأثر على اساس العمارة كله، ممكن توقعها. لكن تحريك حيطة او شيل حيطة خالص، ان انت عاوز تفتح حاجة على بعض، دي كلها حاجات ما فيهاش مشاكل طالما لا تخالف الاساس بتاع الشقة. كمان بتبتدي تقول للمهندس انت عاوز تعمل في المساحات بتاعتك دي ايه بالظبط. يعني بتقوله ان انت عاوز تخلي الاوضه دي اوضه نوم، الاوضه دي اوضه ليفينج، الاوضه دي ريسبشن، لا انا عايز المطبخ هنا، لا انا عايز انقل مكان المطبخ، انا مركب الغاز هنا. يعني المهندس في الحالة دي بيشوف الوضع اللي عليه الشقة والتعديلات اللي انت عاوز تعملها، والحاجات اللي اوريدي واصلة في الشقة زي المية زي الغاز، واذا كان كمان واصل الكهرباء. بيشوف كمان حالة الشقة الانشائية، يعني هي مثلا راكب لها محارة او لسه عايزة محارة، هي على الطوب الاحمر. وهي الخطوة اللي بعد كده، وهي ان المهندس بيرسم الشقة بتاعتك على ورقة كده بالمقاسات، والورقة دي بتروح للديزاينر. الديزاينر هنا بيبتدي الخطوة الأولى في التصميم بتاعه، وهو إنه بيعمل مخطط نظيف 2D للشقة، بيبتدي يوزع عليه الأساس بتاع الشقة، وبيبتدي يفكر أفكار مبدئية في الديزاين بما يتناسب مع الصور اللي ممكن تكون أنت كعميل بعتها له. وبيعمل برضو حاجة اسمها مود بورد. المود بورد ده عبارة عن مجموعة من الصور لكل فراغ أو كل حيز هو ناوي يمشي على نفس الستايل ده. طبعا هو يعمل ديزاين من جديد، بس مثلا حضرتك عاوز تعمل في الشقة بتاعتك ستايل كلاسيك، فهو بيجيب حاجات قريبة من الذوق بتاع الكلاسيك اللي هو استشفه من الصور اللي انت بعتها له، او المود اللي هو هيمشي فيه في الشقة كلها. وبيبعت المخطط بتاعه مع المود بورد للناس اللي مسؤولة عن انها هتتعاقد مع حضرتك، وبيكون كمان حاضر المهندس التنفيذي ومهندس الديكور في ميتنج بيحصل بين العميل وبينهم. ساعتها بتتعرض عليه المخططات ال2D مع المود بورد، وبيبتدي العميل يتناقش في تفاصيل اكتر. يعني بيبتدي يقول مثلا انا مش عايز جيبسون بورد كتير، او ان مثلا انا مش عايز رخام في الحيطة. بيبتدي يحدد ويشوف هل الافكار دي مناسبة للبودجت بتاعته ولا لا، لان ممكن يكون هو محدد مبلغ معين للتشطيب، ويكون الحاجات اللي حاططها مهندس الديكور، طبعا دي حاجة ممكن يعملها مهندس الديكور الفاشل شوية، ان هو ما يهتمش بالبودجت بتاعت العميل، وان هو يبتدي يحط حاجات ممكن تخلي الديزاين اوفر بودجت، ودي حاجة غلط، بس للأسف ناس كتير بتقع فيها. فلازم بيحصل ميتنج بين المهندس التنفيذي، لان هو بيكون الاكثر دراية باسعار الخامات، مع مهندس الديكور مع العميل. وبيبتدي العميل برضو يطلب الحاجات التفصيلية اللي هو عاوزها اكتر في الديزاين، زي الالوان، زي الخامة بتاعت العفش، وزي حاجات كتير زي السيراميك هو عاوزه من شركة ايه مثلا. لان سهل قوي ان انا ادخل على بنترست مثلا اجيب اي خامة سيراميك او رخام، والخامة دي ما تكونش موجودة في السوق. لكن لما العميل بيحدد ان هو عاوز شركة معينة يتعامل معاها في الرخام او السيراميك او ايا كان، بيكون الديزاينر ملزم ان هو يجيب الرخام ده من الشركة. بعد كده الخطوة رقم 3، وهي ان المود بورد مع الديزاين بيروحوا مرة تانية للمهندس بتاع الديكور، وهنا بيبتدي يعمل التصور 3D على برنامج 3D ماكس. لو انتم مش عارفين يعني ايه 3D ماكس، ممكن تروحوا تشوفوا الفيديو اللي احنا عملنا فيه ورشة 3D ماكس مع بعض.
او تروحوا على الديسكريبشن بوكس هتلاقوا اللينك بتاع البيهانس بتاعي في الصور اللي انا عملتها كلها على 3 دي ماكس فتره السنتين اللي فاتوا. انا عملت شغل بعدهم كتير بس الحقيقه ما ينفعش انشره بناء على طلبات العملاء اللي انا بشتغل معاهم، لان فكره ان انا استخدم صوره 3 دي من تصميمي في الدعايه في بعض العملاء بترفض ده، فطبعا ما ينفعش انزل صوره غير لما استاذنهم الاول. دي الامانه اللي بتكون في رقبه مهندس الديكور. المهم انه بيجي المخطط مره تانية، بيكون خلاص العميل اعتمده، وهنبتدي ان احنا نعمل التصميم 3D. بنعمل التصور بتاع كل غرفه، وكل غرفه بتتعرض على العميل. وفي مرحلة التصميم بالذات هنا ممكن يحصل أول كلاش بين الشركة وبين العميل، وإن العقد يتلغي، لأن العميل أوقات لما بيشوف الديزاين ما بيبقاش فاهم الأبعاد الفنية أو الأبعاد التنفيذية اللي رعاها المهندس وهو بيشتغل. كمان المهندس وهو بيشتغل المفروض خلاص أنا عرفت البادجت بتاعت العميل وبدأت أعمل الديزاين بتاعي على هذا الأساس، فالعميل ممكن يكون عاوز بهرجة وهو معهوش فلوس ان هو يدفع ده. فوظيفة هنا مهندس الديكور ان هو يحاول يحط خامات تدي فخامة من غير ما تكلف العميل، او يشوف الحاجات اللي ممكن تحقق الكونسبت ده ان يكون في فخامة في الديزاين، او العكس ممكن يكون عميل عاوز يكون الديزاين بتاعه بسيط اكتر. لازم يبقى مهندس الديكور عارف كويس قوي البادجت بتاعت العميل وطبيعة الديزاين اللي هو عاوزه علشان يبدأ ان هو يعمل الديزاين 3D. بعض العملاء بقى بتطلب تعديلات مش منطقية او تعديلات بتفسد القيمة الفنية. لو انتوا عاوزين تعرفوا يعني ايه كونسبت والحاجات دي، برضو شوفوا الفيديو اللي هيطلع لكم في المقترحات، لان انا في شرحت شوية ايه هي الحاجات اللي بيراعيها اي مهندس ديكور، اي رسام، اي فنان بشكل عام علشان تكون موجودة في الديزاين بتاعه، فالديزاين ده يكون حلو. في بعض العملاء بتطلب تعديلات غير منطقية، تعديلات بتبوظ التوازن اللي محققه المهندس في الديزاين بتاعهم، او بيطلبوا تعديلات زياده عن اللزوم، كانه يعني بيقولوا احنا هندفع فلوس فليه ندفع فلوس، لا لازم نخليك تشتغل بالفلوس، وكأن الشغل ده ببلاش او ما فيهوش تعب. لان للاسف مهنه مهندسين الديكور من اكتر المهن استحقارا في مصر، لان الناس شايفه ان احنا بنقعد نلعب على الكمبيوتر وبناخد فلوس على ده، مش مراعيين ان احنا درسنا 5 سنين واهلنا صرفوا علينا 5 سنين واشتغلنا في شركات واتبهدلنا علشان نقدر نعمل ديزاين كويس. يعني السكرين اللي انا حطيتها لكم في اول الفيديو دي سكرين حقيقيه، وانا استأذنت صاحبها ان انا احطها هنا في الفيديو عشان اوريلكم قد ايه مدى الاستهانه بمهندس الديكور في مصر. الفكرة ان مهندس الديكور هو المسؤول على انه يعمل لك او يحقق لك الجمال اللي انت هتفضل عايش فيه. يعني بستغرب قوي من منطق بنات كتير ان هم انا مش هدفع 4000 جنيه او 5000 جنيه لمهندس الديكور، لكن هدفعهم لمثلا ميك اب ارتست، مع احترامي لكل المهن هدفعهم لميك اب ارتست لانها تعمل لي ميك اب يخليني شكلي حلو، بس الميك اب ده هيقعد ساعتين 2 أو 3 اللي هم بتوع الفرح، وبعد كده هروح اغسل وشي وكل حاجه رجعت لاصلها. في حين ان ال 5000 جنيه هم اللي هتدفعهم لمهندس ديكور علشان يخلي شقتك شكلها حلو، والجمال ده هيفضل لحد ما تفكر ان انت بعد كده تغير الديكور تكون زهقت منه بعد سنين. فحقيقي احنا هنا في مصر مظلومين جدا من ناحية التقدير بتاع المهنة بتاعتنا، وده ان كان له سبب فهو بسببنا احنا برضو كمهندسين ديكور، لان في ناس بتبتدي ترخص في السعر قوي قوي علشان يجي لهم شغل، مش مراعيين تعبهم، مش مراعيين ان في كهرباء بتدفع، في نت بيدفع، في مشاكل كتير بتحصل الجهاز نفسه بفلوس. يعني اقل جهاز علشان يقدر يطلع كواليتي كويسة ب10-15 ألف جنيه. للأسف دي نقطة أنا كان لازم أتكلم عنها هنا في الفيديو ده. يا ريت لما يعرض عليكم ديزاين 3D ما تحاولوش إن انتوا تجيبوا تعديلات من الهوا،
علشان زي ما تقولوا كده بتحللوا له اللقمه بتاعته. ما ينفعش، لان هو بيكون عارف هو حاطط ايه، بيكون عارف هو عامل ايه في الديزاين. ما ينفعش ان انتوا تيجوا تعدلوا عليه بدون وعي او فهم او درايه. لازم تكون حد مطلع كويس قوي وفاهم كويس قوي الديزاين ده معمول ازاي، او ايه النسب الجماليه بتاعته، او ايه مشكلته من الاخر، علشان تشرحها للديزاينر. يا اما ما تجيش تقول له لا انا مش مقتنع. يعني ايه مش مقتنع؟ ما انا شفت ذوقك وشفت المكان وعرفت البادجت، فبناء عليه انا هشتغل حاجة مناسبة لذوقك. هي دي الكلاش اللي دايما او بيحصل من اول ما بدأت شركات الديكور في مصر لحد هذه اللحظة. طيب خلصنا عملية التصميم ودخلنا للمرحلة اللي بعد كده. يعني لو مرحلة التصميم عدت بسلام ودخلنا للمرحلة اللي بعد كده، وهي ان خلاص كده الديزاينر خلص شغله وعمل كمان ليست كده بالخامات اللي هو مستخدمها، وهو المفروض الخامات دي تكون جاية منين. يعني بيكون مثلا قايل ان جيبسون بورد هيجي من شركه اسمها كناوف مثلا، البورسلين مثلا من كليوباترا، وهكذا. بيحط الحاجات دي في ليست، وبيحط كمان الأقمشة اللي معمول منها الكنب مثلا او ايا كان، وبيتعرض الكلام ده على العميل بعد ما بيكون المهندس التنفيذي عمل حاجة مهمة جدا، وهي اسمها المقايسة. المقايسة دي عشان تفهموها بشكل ابسط، انه مثلا لو انا عندي شقة على الطوب الاحمر وعايزة ان انا اعمل لها محارة او بياض، فالمقايسة بتكون عبارة عن ان الخامات بتاعة البياض هتتكلف قد كده، والمصنعية قد كده، فالتوتال بتاع البياض قد كده، وهكذا في كل البنود، بند السيراميك، بند الكهرباء، بند السباكة، وهكذا وهكذا وهكذا. وبيتكتب في الآخر خالص التوتال بتاع التشطيب. عادة بيكون مثلا 100,000 150,000 على حسب مساحة الشقة وعلى حسب طبيعة الديزاين. بيتحط الكونتراكت او العقد مع المقايسة قدام العميل، وبيبتدي العميل يشوفه وهل هو موافق على السعر ده او السعر ده في اوفر بادجت، فبنبتدي نقلل شوية من التكلفة سواء في الخامات او تبديل في المصنعية. بس حتة التقليل في التكلفة دايما مش بتكون لصالح العميل ابدا، خاصة كمان ان عملية التشطيب بتاخد وقت، فانت مش لازم تدفع مثلا 100,000 جنيه على طول، بل بيتقسموا لأكتر من دفعة، وبتدفع اخر دفعة فيهم مع استلام. بعد ما العميل بيوافق وبيمضي العقد، ساعتها بتبتدي بقى عملية التنفيذ. ساعتها بيكون دور الديزاينر يعتبر خلص، يعني بيلجأوا له اثناء عملية التنفيذ لو ملقوش السيراميكا في الشركة، يعني مثلا يكون انتاجها خلص او الكمية اللي موجودة منها ما تكفيش المساحة، ساعتها بيلجأوا للديزاينر ان هو يقول لهم على حاجة بديلة تليق مع الديزاين. وبس كده خلاص تشطيب الشقة بيبتدي. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هيكون معانا مهندس تنفيذ هيقول لكم على التفاصيل اللي بتحصل بعد ما بتبتدي عملية التشطيبات. عشان كده سيبوا لنا اي سؤال انتوا عاوزين تسألوه عن التشطيبات في الكومنتات، وقولوا لنا كمان رأيكم في الفيديو ده، وما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب. وباي باي، اشوفكم الفيديو اللي جاي.